مساء الخير ويا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، رغم إن أنا كنت واخد قرار ما اتكلمش في أمور سياسية، ولكن أنا ليا طلب عند الجميع وكلمة بقولها: اقفوا جنب بلدكم الفترة دي وسيبوكم من أي خلافات. احنا بجد في مرحلة صعبة ما يعلم بيها إلا ربنا. اوعوا تسمحوا لحد يقلل من بلدكم أو جيشكم أو شرطتكم أو قياداتكم. خدوا بالكم على مصر. الوقت اللي احنا فيه ده اركن كل الخلافات، زعلان من حاجة متضايق من حاجة، في عروسة اسمها مصر. اركن كل الخلافات على جنب وخليك بس مع بلدك وجيش بلدك وقيادات بلدك. خلينا عارفين ولازم كلنا نعرف ونقول لأولادنا وشبابنا: مصر وقيادتها لما تقول مفيش تهجير، خلاص نقف مع الدولة المصرية ومع القيادة المصرية في الوقت الحرج اللي بتمر بيه المنطقة كلها. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مفيش تهجير، والكلام ده قاله منذ اندلاع الأزمة. والفكرة هنا إن هم يجوا أو ما يجوش، الفكرة إن هم لو ترحلوا على مصر مش هيرجعوا بلادهم تاني، مش هيبقى كده في حاجة اسمها فلسطين تانية أصلا للأبد. اختلف زي ما تختلف وازعل، لكن ما تختلفش على قرارات الدولة المصرية في هذا الوقت الصعب والحساس. اوعى تختلف في الوقت ده مع جيش بلدك وقيادة بلدك. ونخلي بالنا دايما من المغرضين والإشاعات اللي شغالة: الحق هيعملوا كذا، الحق دول عملوا كذا. احنا بفضل الله عندنا جيش قوي وعندنا قيادة حكيمة. تحيا مصر، حفظ الله مصر والمصريين.